السلام عليكم الشيرات ومرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم ولا الاقتراح اللي راح نشارككم فيه اليوم هي بريوش المربى. الوصفة هذه رايحة تكون من أروع ما يكون، يعني البنة، الهشاشة، الذوق، ما عندي ما نقولك. رايحين تديروه أكيد، رايحين تعتمدوه، باسكو قاع المكونات رايحين تلقاوهم في الدار لأنه اقتصادي. شوفوا هنايا كيفاش جا داير، يعني ما عندي ما نقولكم. شوفوا كيفاش جا، يعني قطني هشيش، ما عندي ما نزيد عليه. نبداو هنايا بسم الله. نجيبو هنايا غيسيبيون، نحطو فيها 2 كيسان تاع الماء يكونوا دافيين. هنا الماء دايما نديروه دافي على بال تتفاعل لنا الخميره. نديرو 2 مغارف تاع خميره تاع الخبز، يعني 2 مغارف يكونوا كبار، وانتم على حساب الحال اللي نكونوا فيه، حساب الصيف ولا الشتاء، على حساب الحال. نخلطوا هذيك الخميره مع ذاك الماء باش تتفاعل لنا، يعني حاجه نعرفوها كاع. ومن بعدها نزيدو هنايا 4 مغارف تاع 5 مغارف تاع السكر. هنايا الحلاوه ما تبغوا نتوما، انا ما درتوش حلو بزاف، يعني جا قد قد. نخلطوا كاع كيما هكا، ومن بعدها نغطوه ونخلو هذيك الخميره مع السكر يتفاعلوا. هنايا بعد ما فاتت تقريبا 5 دقائق هكا ولا، جينا نكملو في المقادير اللي راهي كاينه. هنايا نديرو 4 كاس تاع الزيت اللي عبرنا به الماء، هو اللي نعبرو به الزيت، يعني نديرو 4 كاس. نزيدو هنايا نجيبو حبه تاع البيض ووحده بياض، خاطر الصفار خليناه باش ندهنو به الوجه. نخلطو كاع كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنا الخميره كيفاش تفاعلت. ومن بعدها نحطو هنايا 250 غرام تاع فرينه، نحطوها على مره هكا. ومن بعدها نديرو التكمله شابقالنا. هنا نديرو 2 مغارف تاع حليب. هنا لما كانش عندك الحليب لحظه ديري كاس تاع ماء وكاس تاع حليب، خلاص شيرات. ومن بعدها نجيبو هنايا شوفوا واش عندي. انا عندي القشور تاع القشور تاع البرتقال، نلمتهم كاع في الشتا، نيبسهم وبعدين نطحنهم وندسهم كيما هكا، يعني ندير بهم البريوش الكعك، يعني تجي البنه ما شاء الله. ندير واحد شويه، ومن بعدها نزيد هنايا النسمه تاع الملح، خلاص شيرت. وندير هنايا باكي تاع لاليفور، يعني 10 غرامات تاع خميره الحلوى. نخلطو هنايا كاع المقادير تاعنا كيما هكا، هذوك النواشف. ونبقاو نزيدو في الفرينه حتى نلحقو القوام اللي رانا نحوسو عليه. هكا نبقاو نزيدو. كل مره نزيدو ونشوف. هنايا ما عنديش حساب اللي درت عليه، يعني هنايا الفرينه ما عبرتهاش، يعني وليت ندير قيسومه لحقت على القوام اللي بغيتو. كيما راكم تشوفوا هنايا، شوفوا شيرات هنا تكون، يعني ما تكونش يعني ناشفه بزاف، يعني تكون شويه تتلصق في اليد. نخلوها تخمر لنا مليح، يتضاعف لها الحجم تاعها. ومن بعديها نجو نكسروا لها هذاك الخمر تاعها، نهبطوه. ندير في يدي شويه تاع الزيت، خاطر العجينه راهي خفيفه، ونهبطو كاع هذاك الاخر. ومن بعديها نزيدو هنايا شويه تاع الزبده. درت هنايا تقريبا 50 غرام تاع الزبده، راني ندخل فيها في العجينه كيما راكم تشوفوا. هنايا تبغوا ديروها في البيتخان وتفوتوها، تبغوا ديروا باليد، انا درتها باليد. تبغوا تكملوا
في الغيسيبيون اللي درتها تبغوا تحطوه على طاولة العمل. كي من هكا حتى نحسها باللي دخلت مليح هذيك الزبدة هكا. وهنايا حتى تولي لنا رطبة. هنايا خلاص كي حسيتها بلي دخلت مليح تولي لكم هي في روحها تولي ليس. شوفوا كي تولي لكم دايره. هنا نعاود ثاني نغطيها ونخليها تخمر لنا، بصح ما تخمرش كيما الخطره الاولى. هنايا بعد ما خمرت لنا رايحين نقسموها على 2 ومن بعديها نقسمو على حساب ما نبغو. تبغوا كويرات ديروهم كبار، تبغوا كويرات ديروهم صغار، كيما بغيتو نتوما. انا درت عيني ميزاني وبديت ندير في هذوك الكويرات ولا نقرص فيهم ولا كيفاش نقرص فيهم ولا كيفاش كل واحد كيفاش يقول لهم. هنايا راني نحاول اني شوف راني نلم فيهم باش ندير لهم هذيك الفتحه اللي تخمر منها العجينه تاعنا ولا الخبيزه تاعنا. ثاني ان نخبزوها كي من هكا ونلموها باش يدير لها مكان للتخمر هكا. بعديها نليمها كما تشوفوا. يعني هذه الطريقه تعاون باش العجينه تاعنا رايحه تخمر. وهنايا درتها كيما راكم تشوفوا ونخليها مده 5 مينوت. نجيب هنايا بعد ما شغل ارتاحت. هنايا شنجيب نجيب كاس تاع لاتاي. كاس تاع لاتاي نكون دهنته من تحت بالزيت ونبدا ندير في فتوحات في كل حبه. كل حبه ندير فيها فتحه كيما راكم تشوفوا. هنايا خلاص. هنا شوفوا الشيرات هكا. ومن بعدها نبداو ندهنوا في عدلة صفار بيض مع شويه تاع القهوه. قهوه تكون مره هنا. ونبداو ندهنوا في ذوك الحواف حتى نكملوه. هنايا بعد ما دهنا كاع دوك الحواف نجيبو هنايا شويه تاع كاوكاو. كان عندي كاوكاو تكون مطحون ونديروه على الحواف على الحواشي اللي دهناهم بالبيض. اذا كان عندك جلجله نديري جلجله، بصح الكاوكاو تجي البنه تاعو مخالفه بزاف. يعني تجي واحد البنه شابه الشيرات. يعني صدقوني انكم رايحين تجربوه بهذه الطريقه راح يجيكم ولا اروع. على قلت لكم رايحين الا درتوه رايحين تعتمدوه الشيرات هكا حتى نكملوا كاع دوك الحبات اللي قدامنا. ومن بعديها نبدا ندير هذوك الفراغات هكا. ومن بعديها هذوك الفراغات قلنا نديروا رايحين نعمروهم بالمربى تاع المشماش. الملاحظه شيرت لي نعطيها لكم. شتو من درنا الكاس كي درنا الكاس ودورناه. كي درنا الكاس ودورته في الحبه ثم ديروا المربى تاعكم نتوما. انا فاتتني باسكو العجينه عاودت طلعت. نتوما اش ديروا كي تحفروه فرغوا عليه المربى. خلاص شيرت ونخلوها. وهنايا الفور يكون سخون. يعني كيما نطيبوا الكعك كيما نطيبوا الطورني كيما نطيبوا كاع المعجنات تاعنا. يعني كل وحده والفور تاعها كيفاش يكون داير هكا. شفتوا كيفاش طلع هنايا. ملي نتوما اش ديروا شريت كي تحفروه ديروا عليه ديروا المربى وديروا هذاك الكاوكاو. هنايا بعد ما طابت لنا شوفوا هنايا كي جات دايره. يعني جات من اروع ما يكون. شوفوا هنا كيفاش جات. شوفوا هذاك المربى كيفاش راه يبان. شوفوا يعني من اروع ما يكون. صح يا شيرات في الدار عجبتهم بزاف. يعني شوفوا كيفاش تجي هشيشه وتجي قطنيه والبنه ما عندي ما نقولكم. يعني البنه تاعها جا هايل بزاف. نتمنى ان شاء الله الشيرات قاعد تجربوه وما تنساوش الشيرات دعوة الخير
والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني ما شاء الله.